بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده من عقل كروي. النهارده هنحلل مباراه النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش في الدوري الممتاز. النادي الاهلي عنوان الكبير للمباراه النهارده هو التعلم من الاخطاء السابقه. النادي الاهلي في اي مباراه مع فرقه متوسطه المستوى زي فاركو او الداخليه كان دايما بيدخل الفرق اللي قدامه في المباراه حتى بعد الهدف الثاني، بيخش ضربه جزاء او بيخش جون بيكهرب المباراه. لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت ملهاش حل غير ان هي لازم تقتل المباراه من الشوط الاول، وبناء عليه لعيبه النادي الاهلي كانت في تحرك، كان في سرعه، كان في اصرار على الاهداف مبكره، وبناء عليه الهدف الاول تم احرازه عن طريق طاهر محمد طاهر بمتابعه من كوره لشوطه من وسام ابو علي اللي اتصف فيها برضو. تمام، هنبدا على طول بالتشكيل. التشكيل كان محمد الشناوي في الجانب اليمين، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، كريم فؤاد في الجانب الايسر، روان عطيه رقم 6 2 8، عمرو السوليه ناحيه الشمال مكان امام عاشور، واكرم توفيق ناحيه اليمين. وفي الخط الهجوم حسين الشحات، على اليمين طاهر محمد طاهر، مهاجم وسام ابو علي. النادي الاهلي ابتدى بان يبقى فيه تحرر للاطراف بصوره كبيره جدا. النادي الاهلي بدا المباراه باصرار، بعزيمه، بان هم عايزين يخلصوا المباراه بدري بدري. كولر كان مصمم ان هو يحرز هدف والتاني، والحمد لله ربنا كرمه بالتالت كمان في الشوط الاول. النادي الاهلي خلص المباراه من الشوط الاول ب 3-0، وكان ممكن توصل لاربعه كمان بالكره البينيه الجميله، الحلويات اللي اداها عمرو السوليه لطاهر محمد طاهر، اللي يفتقد للفينش، ان هو بدل ما يحط فيها لمسه او هدوء او يعدي او يحط من فوق الجون، حطها بقوه جت في جسم الجون. وهنرجع تاني لموضوع الفينش دوت لما نيجي نتكلم على وسام ابو علي. موضوع تحرر الاطراف دوت، النادي الاهلي كان دايما عنده حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بيخشوا للعمق، عمرو السوليه واكرم توفيق كانوا بيضغطوا في عمق الملعب دايما. ليه؟ عشان كريم فؤاد يروح للجبهه اليسرى ويبقى فاتح ويبقى فاضي على طول، وخالد عبد الفتاح كان بيضغط. فرقه طلائع الجيش كان بتتهاجم بثمان لعيبه، حرفيا ثمان لعيبه، لان كمان كان مروان عطيه بيضغط جامد جدا. النادي الاهلي كان عنده اصرار كبير جدا على الفوز، وده اللي ادى لتسجيل الهدف الاول والثاني والثالث، وكان ممكن يوصل للهدف الرابع. كورة كريم فؤاد اللي انا اتكلمت عليها في حلقات سابقة قبل كده، كريم فؤاد دايما مش رجله الشمال قوية، وبناء عليه لما كان بيرفع عرضيات ما كانتش بتطلع مظبوطة. عمل ايه كريم فؤاد؟ ابتدى ان هو ياخد تعليمات مباشرة من كولر: اقطع على رجلك اليمين وشوط، اقطع على رجلك اليمين وشوط. وضيع واحده كان لعبها له جميله جميله حسين الشحات بالكعب، كانت رائعه، عملها ار 2 بس هي كانت عاليه شويه. كريم فؤاد بيشوط، كل مره هيتدرب عليه هيبقى احسن واحسن، وان شاء الله هيسجل اهداف الفترات اللي جايه. الهدف الثاني كان عبارة عن عرضية من كريم فؤاد بالرجل اليمين، كان في عمق ال 18 وسام ابو علي وعمرو السولية. وده اللي احنا بنقوله، ان رقم 8 عنده تعليمات مباشرة من كولر بالتوغل في عمق عشان يتحول للمهاجم الثاني، وكان بيأدي الدور دوت في الموسم اللي فات حمدي فتحي، وبعد ما رحل بيأديه عمرو السولية واكرم توفيق. وده اللي عايزه دايما كولر، عايز دايما رقم 8 يتقلب لمهاجم تاني جنب وسام ابو علي. اتلعبت الكوره لحسين الشحات، شاطها خبطت ردت، عمرو السوليه بيحط، طاهر بيحط، المهم انها دخلت جون، وكان الهدف الثاني للنادي الاهلي. الهدف الثالث للنادي الاهلي جه عن طريق كره ثابته. سلاح الضربات الثابته هو سلاح قوي وخطير جدا، واسالوا اتلتيكو مدريد عن ذلك. محمد عبد المنعم، اسمه محمد عبد المنعم العارضه القريبه. محمد عبد المنعم دايما دايما بيقطع العارضه القريبه دايما في اي كوره. المره دي قطع برجله، سبق المدافع، حط كوره قويه جدا واسفرت عن الهدف الثالث للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان فيه تحركات سريعه جدا، كان اللعيبه عندها رؤيه، اللعيبه كان عندها الحماس انها تخلص المباراه من بدري. مع بدايه الشوط الثاني عبد الحميد بسيوني عمل تغييرين بنزول عمر السعيد مكان جودوين شيكا، ونزول محمد هاني مكان موسى ديوارا. التغييرين دول تغييرين هجوميين لتنشيط الهجوم، لانه هو كان شايف ان الاثنين الافارقه ما كانوش بيعملوا اي حاجه، وان هم كانوا بيجروا غلط وما كانوش بيضغطوا على دفاعات النادي الاهلي. وبناء عليه اول خطوره حصلت على دفاعات النادي الاهلي كانت عن طريق التغيير اللي عمله عبد الحميد بسيوني عن طريق عمر السعيد، اللي ضيع كوره كانت سهله جدا يحطها في الشباك، ولكن حطها فوق. النهارده النادي الاهلي كان بيتميز بالتسديد من خارج منطقه الجزاء، وشوفنا عمرو السوليه بيسدد، طاهر محمد طاهر بيسدد، حسين الشحات بيسدد، في لعيبه كتيره كانت بتحاول انها تسدد. ده ليه؟ لان كان في مساحات،
ده كان فيه مساحات. لكن لما بتلعب مع فرقه والمباراه 1-0 هو بيستنى في دفاعاته وبيلعب على هجمه مرتده على امل احراز التعادل، او حتى لو متعادل 0-0 ما بيفتحلكش مساحات. لكن لما تبقى كسبان الشوط الاول 3-0 اكيد الشوط الثاني هتلاقي مساحات، وبناء عليه كان في مساحات النادي الاهلي عرف يلاقي لعيبته تلاقي مساحات تقدر تشوط منها، ما يبقاش في بلوك بواحد واثنين وثلاثه. كولر عمل 4 تغييرات مرة واحدة في الدقيقة 65 بنزول قفشة مكان مروان عطية، عبد القادر مكان الشحات، ياسر مكان عبد المنعم، كريم ندفد مكان أكرم توفيق. وده برضو تاني لأن كولر قالك أنا هستخدم كل اللعيبة اللي موجودة والمتاحة عشان أقلل الإجهاد وأقلل التعب، إن إحنا بنلعب كل 3 أيام مباراة حرفيا. فبناء عليه عايز يوزع المجهود، عايز يريح اللعيبة وكل اللعيبة تاخد فرص، وكمان دوت بيبقى في صالح الفريق ان هو بيعمل منافسة كبيرة بين اللعيبة. ضربة الجزاء اللي ضيعها طاهر محمد طاهر هو كان السبب فيها، كانت كرة في نص ملعب على حدود ال 18 لطلائع الجيش، لعبها بينية لأسامة أبو علي، سرعة أسامة أبو علي تسمح له ان هو يلمس الكرة قبل الحارس طلائع الجيش، وبناء عليه كانت ضربة جزاء. طاهر محمد طاهر هو اللي دخل شاطها بناء على تعليمات كولر اللي قالها في المؤتمر الصحفي. طبعا طاهر ضيعها بغرابة شديدة جدا، ادى قوة زيادة زي ما ادى قوة للكورة اللي اداها له عمرو السولية في الشوط الاول. طاهر لازم يبقى اهدى من تصدي محمد الشناوي لركلة الجزاء، ينم عن حارس كبير بخبرات كبيرة. محمد الشناوي بيرجع تاني لعرين النادي الاهلي، بيثبت ان هو الحارس الاول للنادي الاهلي تحت اي ظروف، بيثبت ان هو في الاوقات مش الصعبة. المباراة كانت سهلة 3-0 ولكن هدف ده كان ممكن يكهرب المباراة شوية. طاهر محمد طاهر وصناعة أخرى لوسام أبو علي بكورة لب من فوق الدفاعات، وسام أبو علي بسرعته قدر يروح للكورة وقبل ما تنزل على الأرض بلمسة واحدة بيحطها من فوق حارس طلائع الجيش. في تفصيلة بقى صغيرة هنا نتكلم فيها عن مهاجم النادي الأهلي، هو ده المهاجم الفرق بين فينش كهربا وفينش وسام أبو علي. هو ده لما كنت بتكلم على ان كهربا الفينش عنده سيء، وسام ابو علي هو ده الفينش، هو ده الفينش بتاع المهاجم الاساسي للنادي الاهلي. من اول كوره لمسه واحده بتتحط جول، ما بيحطش كوره قويه، ما بتخبطش في جسم الحارس، ما بتطلعش فوق العرض زي طاهر، لان طاهر جات له الكوره دي مرتين بنفس الطريقه، كان منفرد في الشوط الاول حطها في جسم الحارس، وجات له ضربه الجزاء شاطها بقوه فوق. لكن وسام ابو علي بيحط كوره بوش رجله بيحطها في سقف الجول، هدف جميل، هدف رائع، هدف يحسب لطاهر محمد طاهر كصناعه ويحسب لوسام فينش. الاهلي كسبان مهاجم كويس جدا، محتاجين مهاجم جنب وسام ابو علي، هتبقى الفرق خط هجومها كويس جدا جدا. في نهاية الحلقة نقول لكم ألف مبروك 3 نقط للنادي الأهلي، ونراكم في حلقات قادمة من عقل كروي.